بعد أيام من القلق والترقب، حمزة عيسى يعلن تطورات مطمئنة عن الطفل العراقي عيسى من الهند. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. بعد الأيام الصعبة التي عاشها متابعو الطفل العراقي عيسى والقلق الكبير الذي سيطر على الجميع عقب الرسائل المؤثرة التي نشرها حمزة عيسى خلال اليومين الماضيين، عاد اليوم برسالة جديدة حملت بعض الأخبار المطمئنة عن الحالة الصحية للطفل الذي ما زالت قصته تهز قلوب الملايين داخل العراق وخارجه. وكنا قد تحدثنا خلال اليومين الماضيين عن إعلان حمزة عيسى توقف نشر التحديثات مؤقتاً لحين اكتمال النتائج الطبية، ثم رسالته المؤثرة التي تحدث فيها عن القلق والخوف الذي يعيشه خلال رحلة علاج عيسى في الهند، مؤكداً وقتها ثقته الكبيرة بالله ودعوات الناس لعيسى. أما اليوم فقد كشف حمزة عيسى عن تطورات إيجابية ومطمئنة نسبياً بشأن حالة الطفل، مؤكداً أن الإرهاق كان يفتك بجسد عيسى طوال الفترة الماضية، وأن الطفل كان يحارب الألم بصمت دون أن يعلم أحد حجم المعاناة التي يعيشها يومياً. وأوضح أن الوصول إلى الهند كان نقطة تحول مهمة في رحلة العلاج، مشيراً إلى أن الأطباء هناك الذين وصفهم بعباقرة الطب تمكنوا من حل المشكلة المتعلقة بالفصل بين الجهاز المناعي والجهاز العصبي، الأمر الذي ساعد على عودة وظائف جسده إلى طبيعتها بشكل تدريجي، كما بدأ وضعه الصحي يتحسن نحو الأفضل. وأضاف أن الفريق الطبي أجرى جميع الإجراءات اللازمة بما في ذلك الفحوصات المختبرية والتحاليل الدقيقة والمعاينات الجينية، موضحاً أنهم ما زالوا في انتظار اكتمال النتائج النهائية لمعرفة التفاصيل الكاملة لما تعرض له هذا المحارب الصغير على حد وصفه. الرسالة الجديدة أعادت الأمل من جديد إلى قلوب المتابعين، خاصة بعد حالة القلق الكبيرة التي صاحبت إخبار عيسى خلال الأيام الماضية، بينما يواصل الآلاف الدعاء له أملاً في أن تكتمل رحلة علاجه بالشفاء التام والعودة لحياته الطبيعية. اللهم اشف الطفل عيسى شفاء لا يغادر سقمه، وأتمم عليه نعمة الصحة والعافية، واجعل الأيام القادمة مليئة بالخير والطمأنينة له ولأسرته يا رب العالمين.